قبل بكره، لكن نظرهم ما بيكونش ثابت. معلش دكتور احمد، اسمح لي، احنا عاوزين نستفيد اكتر في النقطه دي. يعني هل هي قصه سن؟ يعني 20 سنه بقيت 20 سنه بقى نظري ثابت، ولا ممكن انا واحد يكون عنده ناقص 5 6 7 وحتى لو بقى عنده 30 سنه برضه ممكن نظره يتغير لانها بروجريسيف مايوبيا او قصر متزايد؟ يعني برضه استاذ اسمح حضرتك وضح للناس ان في بعض الناس اللي عنده درجه او اتنين غير اللي عنده 6 7. طبعا المايلد طبعا. مودريت هاي مايوبيا، السلوك الطبيعي بتاعها ايه؟ دي نقطة الناس تحب تفهمها من سيادتك. واحد عنده طبعا استجماتيزم واحد او اتنين مثلا، هل هيبقى زي واحد عنده قصر نظر 7 درجات مثلا على مدار الزمن يعني؟ صح كلام حضرتك طبعا، مظبوط جدا يا دكتور اسامه. ان المفروض ان قصر النظر ده يتابع كل 6 شهور او كل سنه مره، ونقيمه هل هو قد ايه قصر النظر وقد ايه الاستجماتيزم، هل في ثبات ولا مفيش ثبات. لان زي ما حضرتك بتقول فعلا هو العادي الجسم بيكتمل نموه على سن 18 20 سنه، وكذلك العين خلاص ما بيحصلش فيها تغيرات، ففي الغالب بيحصل ثبات. لكن الكلام ده مش قاعده ثابته، ان بعض الناس حتى بعد ال 20 وال 21 وال 22 ممكن يحصل فيه زياده في قصر النظر. وهنا دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لازم نصبر لغايه اما النظر يثبت تماما. لان ما نقولش لا ده بقى ماينس 6 طب مش هينفع يعمل، لا في طرق ثانيه نعملها غير الليزر كمان. لو القرنيه لا تسمح اننا بنعمل زرع العدسات اللي هي الاي سي اللي هي زي شبه العدسات اللاصقه بنزرعها، ده لما بنكون قلقانين على القرنيه. بس حتى في الحالات دي لابد من الاطمئنان ان في ثبات في قصر النظر، ثبات في الاستجماتيزم. لو الاستجماتيزم بيزيد هو انحراف القرنيه، لازم نعيد على الفحص مره واثنين وثلاثه، خوفا من الله لا يقدر يكون في بدايات لما نطلق عليه بالقرنيه المخروطيه. طيب اسال حضرتك سؤال، طب الناس اللي بيجي لنا واحد يقول لك انا عامله ليزك من 7 سنين 8 سنين ونظره اتغير النهارده، هل برضه ممكن نصلحه تاني بالليزر ولا مش ممكن؟ ايه رأي سيادتك؟ طبعا لابد من الكشف اولا والاطمئنان ان مفيش سبب تاني ادى لقصر النظر. زي الله لا يقدر مرات بيحصل الناس اللي عندها قصر نظر عالي قادرين نجي لهم بدايات لتغير في عدسه العين اللي احنا بنسميها ميه بيضاء. فلازم نطمن ان مفيش اي تغير في عدسه العين، ونطمن ان مفيش بدايات لميه بيضاء ولا اي حاجه. لو لقينا ان العين سليمه وقاع العين والشبكيه والعصب والقرنيه وضغط العين والعدسه سليمه، بنعيد على الفحص تاني اللي كنا عملناه قبل العمليه، نشوف ايه الاخبار، نطمئن اولا ان ما حصلش مشكله من العمليه الاولانيه. لان في بعض الاحيان بتكون عمليه سليمه وكل حاجه، لكن قلما اقل من 1/10% يحصل ضعف في القرنيه او بروز فيها او ضعف في سمك القرنيه، فنحتاج لحاجه اسمها تثبيت للقرنيه. لو لقينا قرنيه سليمه وسمكها يسمح، بنتكلم مع المريض ونطرح عليه امكانيه اعاده العمليه. ومن الممكن نعمل ما نطلق عليه بالتاتش اب او ريدو او مسحه ثانيه من الليزر لو الارقام تسمح ان يتاخد من القرنيه، بحيث ان لازم 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 نسيب امنين 400 مايكرون من القرنيه ما ننزلش عنها، والا بنعرض القرنيه للخطر. حط برضو اعتبار مهم جدا، يعني اللي عمل في سن مثلا 25 بعدين بقى عمره 37 38 سنه وحس ان بقى عنده قصر نظر 1 أو 1.5 وهو بيشتغل مثلا محاسب، فده ال1.5 دول بيشوف كويس بيهم جدا القريب. لازم نوضح له ان احنا لو صلحنا ال1.5 درجة دول بعد سن ال40 هيضطر ان هو يلبس نظاره للقراءه والكتابه. فلازم الموضوع ده نستفيض في الكلام معاه مع المريض، لان ممكن المريض يتخيل ان انا هعمل العمليه واشوف بعيد كويس واشوف قريب كويس ما احتاجش نظارات تاني خالص. فلازم نوضح لا بعد ال40 بيحصل شويه ضعف في التاقلم او الرؤيه القريبه، فنحتاج نظاره للقرايه لو البعيد مظبوط. فكتير قوي من الناس بيرضوا ان عندهم مثلا -1 في عين على اساس ان ده يساعدهم في القراءه وما نعمل لهمش تاتش اب او ريزم. ما عشان كده برضه حضرتك عاوز اسال حضرتك عن التقنيات بتاع تصحيح الابصار فوق سن ال40. وبرضه اسال حضرتك سؤال تاني، هل في حاجه معينه الانسان يقدر يعملها عشان يحافظ على نظره من التغير، ولا دي بتبقى حاجه قدريه ولا ايه بالظبط؟ الإجابة على السؤال الثاني أولا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق العين فيها حاجة اسمها عدسة العين. عدسة العين دي محاطة بأربطة، الأربطة دي زي العضلات الرفيعة جدا، حواليها عضلات بتنقبض وتنبسط طول العمر في ال40 سنة الأولانية عشان نشوف بعيد وقريب بنفس العدسة من غير ما نغير عدسات ولا أي حاجة خالص.
بعد ال 40 العضله اللي هي مسؤوله عن الانقباض والانبساط بيحصل فيها تغيرات طبيعيه مع السن، فالواحد بيبقى شايف بعيد كويس.